92% من الناس اللي بتتعرض ليهم معاملة وحشة بيحكوا ل5 من صحابهم على الأقل. بس لو طبقنا قاعدة ال250 يبقى معناها إنك لو أسأت الواحد بس فأنت خسرت 1250 عميل محتمل. طب إيه اللي يخليك تقول إن الزبون الصغير ده مش مهم؟ واحد ما اشتراش منك، معلش، هو جاب معاهم 250 واحد تاني. مفيش طلبات، مفيش مكالمات، مفيش أي حاجة. حتى إنك تشوف واحد من زباينك اللي كنت بتتعامل معاهم يمر من قدامك وكأنك مش موجود. انت فاكر ان في حد سرق منك؟ لا، السر انت خسرت كل ده بسبب كلمة واحدة قلتها الواحد ما اشتراش منك اصلا. واحد بس. لكن دي مش مشكلة في البيع، دي مشكلة عند كتير جدا من الناس. عندي قصة النهاردة هتخليك تتغير من جوه. قصة واحد اسمه ناصر. الراجل ده كان صاحب متجر إلكتروني كان بيبيع فيه ألعاب أطفال في سنة 2005. ناصر كان بيحقق نجاح كبير جدا، من 3 شحنات في الشهر ل30 شحنة في اليوم. بقى عنده موظفين ومكتب ونظام وشغال زي الإمبراطورية. وفي يوم عادي جه واحد على الواتساب يسأله سؤال بسيط: عندي طفل عنده 5 سنين، هل اللعبة دي مناسبة ليه ولا لأ؟ لكن الراجل الموظف ما قالش أي حاجة، ولا في طلب ولا في فلوس، بس سؤال بسيط. الموظف في خدمة العملاء كان تعبان، كان عنده 10 شكاوي مفتوحة، ورد عليه وقال له: اقرأ المواصفات على الموقع وخلينا أكمل شغل بقى يا عم. الزبون ما ردش، بس سجل الاسم، سجل رقم المتجر، وسجل كمان اسم صاحب المتجر. في الليل ناصر شاف إشعار غريب جدا، مقطع فيديو جديد من أبو يوسف، وعنوان الفيديو: تجربة وحشة جدا مع متجر ناصر. عدد المشاهدات تخطى ال 12,000 في ساعتين. فانخفضت المبيعات في اليوم الثاني بنسبة 40%، وفي اليوم الثالث انخفضت بنسبة 70%، وفي الأسبوع الخامس المتجر اتقفل. ناصر كان واقف قدام المكتب، واقف في الشارع، وبيسأل نفسه: ليه؟ أنا ما عملتش حاجة وحشة. استأجر محامي ساعتها وحقق ووصل للحقيقة. الزبون ده كان أبوه صاحب قناة على اليوتيوب عن الألعاب، عنده 300 ألف متابع، وكان بيستخدم المتجر عشان يجرب المنتجات دي قبل ما يقترحها على جمهوره. بس بسبب تصرف واحد بقى يحاربه. ناصر كلمه وقال له: ليه ما كلمتنيش قبل ما تنشر؟ الزبون قال: كلمت خدمة العملاء 3 مرات ومحدش رجع يكلمني. آخر مرة الموظف قال: انت مش زبون، انت عميل مهم جدا، ما تزعلش. ناصر قعد لوحده وفكر: انا خسرت كل حاجة بسبب زبون ما اشتراش. في لحظة فهم قاعدة غريبة جدا قالها راجل اسمه جو جيرارد، وده راجل أشهر بائع في أمريكا: كل شخص عندك في حياتك ليه 250 شخص في دايرة تأثيره، يعني أصدقاء، عيلة، زملاء، معارف. أنت مش بتتعامل مع واحد بس، في الحقيقة أنت بتتعامل مع 250 واحد. الزبون اللي زعقت فيه عنده 250 شخص بيشتري منه. الموظف اللي تجاهلت شكواه عنده 250 زميل بيحكي ليهم. العميل الصغير اللي رفضت طلبه عنده 250 متابع على السوشيال ميديا. وانت بتحسب خسارتك في عميل واحد؟ لا، انت بتخسر 250 فرصة، 250 تقييم، 250 مشاركة، 250 احتمال يروجوا لك. في دراسة أمريكية أثبتت إن 86% من الناس بيتقفل علامتهم التجارية بسبب تجربة سيئة واحدة في خدمة العملاء، و91% من الناس بيحكوا عن التجربة دي ل5 أشخاص على الأقل. يعني لو أسأت الواحد فأنت بتنشر عنك سمعة وحشة ل1250. بالمقابل لو عملت واحد كويس
فأنت بتنشر سمعة حلوة ل1250 شخص. أنا مش بحكي معاك عن بيع، أنا بحكي معاك عن الحياة. أنت بتساعد جارك، ده معناه إن 250 شخص حواليه هيعرفوا إنك إنسان محترم. أنت بتتجاهل صديقك، 250 شخص هيعرفوا إنك ناس الناس. أنت بتصدم موظف قدام زمايله، 250 شخص هيعرفوا إنك مدير ظالم. كل تصرف صغير ليه صدى كبير، ومفيش حاجة اسمها تفاصيل صغيرة، لأن التفاصيل دي هي اللي بتبني أو تهدم. ناصر بعد ما خسر كل حاجة قرر يبدأ من جديد، لكن المرة دي غير قواعد اللعبة. جرب مع كل عميل حتى لو ما اشتراش يعامله كأنه أهم عميل في العالم، يرد على الرسائل في أقل من 5 دقايق، يبعت هدية رمزية لكل عميل جديد، ويشكر موظفيه قدام الناس كلها. في ال3 شهور بس رجع أقوى بكتير جدا من الأول. لكن المفاجأة، الزبون اللي كان السبب في سقوطه رجع وطلب يشتري. ناصر قال له أنا آسف. الزبون قال أنا اللي آسف، أنا نشرت الفيديو من غير ما أتأكد، بس كنت حاسس إني مش مهم. ناصر قال له أنت مهم، وكل واحد زيك مهم، لأنك مش واحد، أنت 250. النهاردة ناصر بيستخدم قاعدة ال250 كدستور. ما يهمش حد، ما يتجاهلش شكوى حد، ما يرفضش طلب بسيط، لأنه عرف الحقيقة. أنت مش بتساعد زبون، أنت بتبني مستقبلك. وأنت مش بترفض طلب، أنت بتحافظ على سمعتك. فمن النهاردة اسأل نفسك، إيه اللي بيحصل في دماغ الشخص اللي قدامك دلوقتي؟ هل بيحس بالاحترام ولا بالتجاهل؟ هل بيحس بالاهتمام ولا باللامبالاة؟ لأنه لو حس بالتجاهل ف250 شخص حواليه هيعرفوا، وكل واحد فيهم هيكون باب ل250 تاني. وإذا كنت بتسأل طب إزاي أطبق القاعدة دي، ففي عندنا 3 خطوات بسيطة عشان تقدر تطبق القاعدة دي. والقاعدة الأولى بتقول عامل كل عميل كأنه رئيس الشركة، حتى لو كان سؤال بسيط. تاني قاعدة، رد في أقل من 10 دقايق، السرعة بيساوي احترام. تالت قاعدة، قدم لمسة إنسانية، زي ممكن تقول تحياتك، بالتوفيق، أنا معاك، شكرا على صبرك. الناس ما بتفتكرش السعر، الناس بتسأل الموظف ده كان لطيف ولا لأ، الشركة دي اهتمت بيا ولا لأ، الخدمة دي كانت سريعة ولا لأ. وفي النهاية النجاح مش بس في المنتج، النجاح في الشعور اللي تخلي الناس يحس بيه لما يتعامل معاك. فاختار، إما أن تكون فيروس انتشار أو فيروس تدمير. وأنا بسألك دلوقتي يا صديقي، كم مرة تجاهلت عميل صغير؟ وكم مرة صرخت في موظف قدام زمايله؟ وكم مرة فكرت إن الواحد ده مش هيأثر؟ اكتب لي في الكومنتات. أنا وعدت نفسي من النهاردة ما أهملش حد تاني. وشارك الفيديو مع واحد بتحبه وقول له أنت مش واحد، أنت 250. لأنه في النهاية العالم مش بيحكم على حجمك، بيحكم على أثرك.